السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعي راديو كافيه، ومعادنا النهاردة مع حلقة جديدة من برنامجكم دواك في نبات. معاكم دكتورة غادة عليوة. النبات اللي هنتكلم عنه النهاردة موجود في كل بيت كالعادة. هو غني بفيتامين ألف والفوليك أسيد والحديد والمنجنيز، معروف جدا في كل بيت بفوائده للجهاز الهضمي من أول المعدة لحد القولون. بيعمل على تحسين أعراض مرض تهيج القولون زي الانتفاخات وعسر الهضم والإسهال وحتى الإمساك، يعني بيظبط القولون بشكل عام. كمان الفوائد بتاعته للمعدة إنه بيساعد على إزالة عسر الهضم. كمان النبات ده معروف إنه بيساعد على تقليل من الغثيان اللي هو الميل للترجيع والغثيان أثناء السفر. فلو شمينا ريحة الزيت ده بنتخلص من موضوع الغثيان أثناء السفر، ودي حاجة متعبة جدا وخاصة للناس اللي بتسافر كتير أو بتركب مواصلات كتير. كمان هو بيحسن المزاج وبيساعد على الاسترخاء لما نشربه مع الشاي أو نشرب المغلي بتاعه. كمان مغلي النبات ده أو الزيت بتاعه مفيد للأم المرضعة، بس مش كشرب، ولكن بتساعد على تقليل الألم والتئام تقرحات أو التهيجات اللي بتحصل للحلمة نتيجة الرضاعة الطبيعية، بإن احنا بنحط ماء مغلي النبات ده أو الزيت بتاعه على الحلمة مباشرة. وكمان هو مش هيضر البيبي في شيء لو جه يرضع بعد كده ونسيت الأم إن هي تمسح الحلمة. كمان نبات النهاردة بيساعد على تحسين الأعراض المصاحبة لنزلات البرد، لأن فيه مادة جميلة جدا بتساعد على إزالة احتقان الأنف والمساعدة على التنفس من الأنف بشكل أفضل. ففي ناس بيستخدموا إن هما بيحطوا الزيت بتاعه على مية مغلية أو مية دافية، يعني بعد ما غليت ونزلناها على النار ويستنشقوا الريحة بتاعته. كمان بيؤدي إلى تخفيف التهاب الفم والبلعوم لو عملنا مغلي بتاعه وعملنا بيه غرغرة أو حتى شربناها. كمان بيودي الريحة السيئة للفم، إن احنا برضو بنستخدمه عن طريق الغرغرة أو إن احنا نشرب المغلي بتاعه. كمان بيستخدموا إن هما يعملوا منه حلوى أو أقراص زي أقراص الاستحلاب علشان تساعد على تخفيف آلام الحلق والالتهاب فيها، وكمان بتحسن ريحة الفم. كمان برضو الستات بتشربه وقت نزول البريود أو اللي هو وقت الطمس علشان تخفيف الآلام بتاعة الطمس أو التقلصات اللي بتبقى ناتجة عن نزول البريود. كمان هو بيساعد على تخفيف آلام الصداع والآلام بشكل عام في الجسم. كمان لو في خبطات أو كدمات بيستخدموه أوقات بدهنه، أو كمان بيتعمل منه زي لصقات علشان تساعد على تخفيف الآلام الناتجة عن الكدمات دي. كمان ليه فوائد مهمة جدا في التخسيس، بيساعد على تحفيز إفراز إنزيمات الهضم. كمان بيساعد على امتصاص الأملاح والمعادن المفيدة من الأكل من المعدة. كمان بيساعد على حرق الدهون وتحويلها لطاقة. نبات النهاردة اللي أنا عمالة أتكلم عنه ده كله هو نبات النعناع. طبعا مفيش بيت في مصر أو في أي مكان خالي من النعناع، ولو خالي منه دلوقتي أول ما بننزل السوق أو الماركت بنشتري النعناع. لكن زي ما قلت فوائد النعناع فوجب برضو ان انا انوه عن اضراره، لكن الحقيقة هو ملوش اضرار تذكر. يعني الاضرار بتاعته او المشاكل اللي ممكن تحصل منه هو بس لو استخدمناه بكميات زيادة قوي او استخدمنا الزيت بتاعه بكميات زيادة، يعني ممكن يعمل حرقة في المعدة او يعمل اعراض تحسس لو استخدمناه بكميات زيادة على الجلد زي الاحمرار، او يعمل تقرحات بسيطة كده. ممكن يعمل تهيج في المعدة أو يعمل ارتجاع في المريء. احنا ممكن نشربه مرتين 3 في اليوم بالكتير، سواء مغلي النعناع أو مع الشاي. يا سلام على الشاي بنعناع. بس زي ما قلنا كل حاجة تستخدم بكميات كويسة، ما نستخدمهاش بزيادة، وده اللي بأكد عليه في كل فيديو مع كل نبات. كمان زيت النعناع ممكن يبقى سام لو استخدم بجرعات عالية كاستنشاق أو ان احنا حطيناه على الشاي أو بلعناه. دمتم بخير وصحة. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم دواج في نبات. كان معاكم دكتورة غادة عليوة من راديو كافيه.